اللي ما عندوش بحاير يعتبر فقير زوال. السلام عليكم. اليوم راح نعطيوكم نبذة. رانا في قرية ولاد داود اللي موجودة في بلدية برزمورة ولاية برباريج. راح نوريوكم منزل من المنازل هذه اللي راهي مهجورة الآن، كيفاه خادمة، كيفاه كانوا الناس عايشين فيها. تابعوا معنا الفيديو. ولاد داود هذا المكان العريق اللي عنده قرون. اهلا بكم. السلام عليكم. السلام ورحمه. اهلا سيدي فارس. سلامة. فارس. السلام عليكم. دوكا حنايا جينا زياره هنا لولاد داود. ماذا بك تعطينا لمحه على هذا الدار والتاريخ تاعها، شحال عندها؟ مانيش انايا بالضبط، ما نعرفش التاريخ تاعها قد والله، يعني بصح على حساب القول يقولوا حتى المسجد هذا يقولوا حتى عنده 7 قرون وما يزيد على 7 قرون. مسجد ولاد داود، مسجد ولاد داود قديم. اروح نزيدو ندخلوا الداخل وتشوف العلاقه تاع يسمى هذه تاع البيت. رايحين ندخلوا للبيت الداينين ولا كنش؟ هي الاصل تاع ولاد داود، البيت تاع ولاد داود. هذه البيت تاع ولاد داود. كانوا عايشين فيها بكري. هذا هنايا الكدر، هذا بكري كان واش كانوا يديروا فيها؟ هذا يسمى كي شغل طاجيرات، كي شغل لي بلاكار بيبيوتيك تاع دوكا، يعني يحطوا الديكور تاعهم هنايا في هذا. وهذا عندنا هذا فارس، هذا وش هو الخدمه تاعو؟ هاك تشوف. ها يا اخي قلت واسمه ششفل. ششفل، هذا هو الششفل. هذا يديروا عليه منسج. مزوج مازال واحده وتكسر. هذه السده نضربوا دوره ان شاء الله. السده وعلى بالك هذه السده هذه تدخل مطابس ليها، راك تشوف تدخل ليها مطابس باش ما يتخبطش راسك. انا لحقنا هنا للسده ما شاء الله. شوفوا والعلو تاعها فارس ما كاينش. ما راهي فيها بالك كي تكون واقف هنا ما تقدرش توقف. راك تشوف يزم هكذا منبطحه، بصح علاه كانوا دايرينها لاطيه السده هذه بالك على جال السخانه. دوكا ما يقدروش يديروا، دوكا هما البنيان تاعهم قاص كليه هكذا. كان يديروها عاليه بزاف ويعليوها، ما يقدروش بكري يعليو بزاف. موش كيما دوكا دايرين لتحت هذا داينين ولا قنوس وزايدين السده منها، ما يقدروش يديروها مع الدروج وهذاك قد باك. مع هذا هنايا ها وين يكبوا القمح ولا الشعير، كل واحد واش عنده. هذا يسمى كشغل هذا الكوفي، عيطوا له كوفي كي الزير هذا. كوفي. واش الزير وحده زير صغير ويديروا فيه الزيت وهذا. هذا كوفي تاع الحبوب. وليه علاه دايرينو منه مفتوح؟ يكبوا منه يا القمح ولا هذاك، كبوا منه يجبدوهم لتحت تاع تخزين. منه يطلعوا شكاير ولا يطلعوا كيما هكا، يكبوه ويجبدوهم لتحت تاع تخزين. هذا من التخزين، بلاصه التخزين. وهذه هنايا هذو واش كيف كانوا يحطوا فيهم حوايج كيما تحت كذا. هذا ثاني شغل طاجيرات. كي شغل طاجيرات. هذه التهويه، وهذه هنايا التهويه والضوء. هذه يسمى على جال التهويه. على جال التهويه والضوء. هذه يا فارس، هذه واش هي؟ واش يقولوا لها؟ واش يسميوها هذه اللي رانا تحتها؟ هذه داينين. هذا داينين والاخر لاكنوس ولا العكس ولا ما على بالي اكزاكت هكذا. المهم يقولوا هكا بكري يقولوا داينين. دوكا احنا الفوق هذا اللي قلت لي الكوفي. الكوفي يسمى يفرغوا من الفوق ويخزنوها ويجيو لهم. سما هذا هنا ما تفزدش كي يديروا فيه الحبوب. هذا هنايا هذا هنايا هذا كوفي. هذا هو بلاصه التخزين تاع كيما نقولوا هذا اللي يخزنوا فيه. كيما كنا نهضروا من قبيل، كنا نكبوا من الفوق وها منين يخرجوا يديروا كاش حاجه منها تحكم الحبوب يفتحوها تسيح. يفتحوها هكذا يا باش اللي قول هذاك هنا يديروا يرحيو في الطحنه ولا هذاك ولا واحد يدير. معليش كاين تاع السمن وهذا كيف يستعملوهم. كاين الكوفي تاع السمن هذاك يخبي هذيك جره صغيره يخبي فيها السمن، لا يخبيو السمن في هذه. خلينا يسمى هذا غير القمح باك. هذا القمح ولا الشعير. قمح والله شعير. طايرينو كبير وتلوح يدك منه وتجبدها هكذا يسيح وحده يسيح وحده هنايا. يسيح وحده الحبوب تسمى يسيح وحده. والله وتعاود تسكرها تسكرها بكاش حاجه شليقه والله. الناس مازالوا يجوا ديارهم مازال كيما راهي.
طلع البحاير وش هي الحاجة اللي كانوا الناس عايشين منها، وهي الأساس، ما هي العولة. هذه هي الصح. اللي ما عندوش بحاير في هذاك الوقت يعتبر زوالي فقير. على بركة الله. قلنا البحاير. البحاير تقريبا هي العنصر الاقتصادي تاع العائلات. كما كنت تحكي انت من قبيل، كان اللي ما عندوش بحاير يعتبر فقير زوال. المهم وفي البحاير العنصر الاساسي اللي هو الجابيه، هي خزان الماء، احنا نقولوا لها الجابيه. هاي الساقيه، هذا الماء هذا كان يجي من العين، عين سويقه، وكاينين البحاير تحاتها يجيهم من راس الكاف، يخزن هنا. الجابيه هي اللي تعطي لك الطوع باه تسقي في الوقت اللي تحب، تخزن وتسقي بالقوه تاع الماء طريقه منظمه. هاي لك جابيه واحده اخرى. هذه الجابيه الدوزيام. كما قال الأخ الربيع، البحاير هي الاقتصاد تاع الدار تاع العائلة. تشينا وكاين تمتشينا وكاين، الله يبارك، برتقال وكاين، شوف وين، الهندي ثاني في الصيف، كل وقت وقته، والفول، الجلبانة، الزيتون ثاني، كل وقت وقته. هذه هي وخلاص. السلام عليكم. بارطاجيونا الفيديو خاوتي، باه نزيدو نشاركوا معكم فيديوهات اخرين. والسلام عليكم ورحمة الله.